السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم بتحلية سهلة قوي وبسيطة بحشوة بقى بجد مفيش بعد كده. حاجة كده جميلة وان شاء الله هتعجبك وتعجب الولاد، وكمان تكلفة قليلة جدا، يعني مفيش ابسط ولا احلى من كده. بصوا الجمال، يعني عايزة تسميها فطائر، عايزة تسميها ابل باي، زي ما تحبي. هي المكون الاساسي فيها هي الجلاش. انا طبعا جبت لفة الجلاش اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي. معايا تفاح ومعايا سكر ومعايا قرفة، ودي اسمها عجينة فطائر، بس هي لفة جلاش بس متقطعة مربعات كده زي ما انتوا شايفين، حجمها صغير يعني. طبعا هنعملها بالظبط، انا عملتها بعد كده بالجلاش بتاعنا العادي، لان هي لا مورقة ولا اي حاجة، هي عجينة الجلاش البسيطة جدا بتاعتنا. تمام. يعني انت هتجيبي لفة الجلاش، هتقطعيها بالظبط كده 4 تربع يعني. تمام، علشان يبقى معاكي بالشكل ده. خلاص، انا بس حبيت اوريها لكم، هي زيها بالظبط زي الجلاش، مفيش اي اختلاف خالص، لا في الشكل ولا في التسوية ولا اي حاجة. يعني هتجيبي لفة الجلاش وزي ما اتفقنا هتقطعيها 4 تربع كده، يعني 4 اجزاء علشان تبقى معاكي كده. تمام. اول حاجه هاخد بقى ايه، يعني هجيب اللفه كلها، هي بتبقى تقريبا فيها حوالي 12 ورقه، ولفه الجلاش العاديه. فاحنا هناخد 6 ورقات او 7 ورقات، ونقسمهم بقى على 4، يعني زي ما انتوا شايفين كده. واجيب بقى التفاح. دلوقتي التفاح المصري البلدي مال الدنيا، وكمان سعره رخيص، فانا حبيت اقطعها كده واشيل القشره بتاعتها. ممكن تعمليه بالقشره، ممكن تعمليه بالقشره، بس انا الحقيقه يعني مش بحب التفاح بقشره. فانا هقطعها زي ما انتوا شايفين كده، علشان نعمل الحشوه بتاعه الجلاش او الفطاير بتاعتي. تمام كده، يعني مفيش اسهل من كده. الحقيقه انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده عندي بقاله اكتر من شهرين تقريبا، يعني بقاله حوالي اكتر من شهرين، وانا قلت ايه ما بديهاش بقى، هنزله وخلاص. تمام. قطعي بقى زي ما انت عايزه، مكعبات، مربعات، المهم يتقطع قطع كده صغيره، علشان هنبدا بقى نكرمل السكر بتاعنا ونعملوه بطريقه مميزه جدا. يلا ما تنسوش اللايك وتشجيع بقى كده شويه، علشان بجد الموضوع في التشجيع قليل جدا في القناه، وانا ما يعني خلاص ما بقاش عندي دفعه ان انا بصراحه يعني اعمل فيديوهات، بس طبعا عندي الفيديوهات كتيره، فقلت انزلها ان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش اللايك. قطعيها بقى زي ما انت شايفه كده قطع صغيره، لان في الغالب مش هتبقى باينه خالص يعني، لا هي صغيره ولا هي كبيره، هتبقى تقطيعه عاديه جدا. تمام. يعني هناخده بقى هنا معلقه كده من القرفه ومعلقتين من السكر، ويلا بينا على البوتاجاز. وهنعمل ايه؟ الحشوه دي بجد هي حشوه الابل باي. لو انتوا عارفين الناس اللي بتحب تجيبها من ماكدونالدز، هي دي بجد الحشوه بتاعتها تحفه جدا. اول حاجه هنا سخنت بقى الطاسه بتاعتي، سخنتها جامد خالص، يعني خلاص سخنت جامد زي ما انتوا شايفين. نزلت كده بمعلقه من الزبده كويسه، حته حلوه كده، وعلى طول بالتفاح. ولا حطيت ليمون ولا حطيت اي حاجه علشان اللون، انا على طول قطعت ونزلت على النار. ضفت بقى معلقتين السكر، وضفت معلقه قرفه. تقليب بقى مستمر لحد ما هتبصي تلاقي انا هنا ضايفه معلقه كبيره من العسل، عشان حسيت ان السكر شويه فحطيت معلقه كبيره من العسل. تمام. هفضل بقى التقليب المستمر لحد ما التفاح بتاعي ينزل السائل بتاعه، وهيبقى بالشكل ده طري كده، وطعمه وريحه بقى حاجه كده جميله جدا بصراحه. اعمليه دلوقتي. التفاح المصري كتير ورخيص، طبعا ثمنه ارخص، فهتعجبك قوي الحشوه دي. تمام. هنا بقى خلاص التفاح بتاعي خلاص كده استوى 100%، فهسيبه يبرد تماما. مش هشتغل وهو سخن كده، علشان انتوا عارفين طبعا العجينة او الطبقات بتاعة الجلاش بتكون رقيقة جدا. تمام كده. انا طبعا هنا فضيتها في الطبق علشان تبرد بسرعة، زي ما انتوا شايفين بخار جامد، فانا فضيتها علشان تبرد على طول واشتغل في الفطاير بتاعتي. يلا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام لو وصلتي للفيديو لحد هنا. تمام. هسيبها بقى تبرد كده على جنب، وهبدأ بقى اجزأ او ابدأ اخد ورق الجلاش بتاعي،
انا هنا خدت يعني تقريبا 7 طبقات، 7 بالظبط، علشان تبقى معايا كده مديه شكل حلو. بصوا هنا هبدأ بقى اعمل ايه، هعمل فتحات زي ما انتوا شايفين مش للاخر، يعني هاخد من النص لحد قبل الاخير بحوالي سنتي كده مثلا، وهبدأ كده. دي بقى هتديني ايه، هتفتح كده معايا في التسوية، وهتديني شكل حلو قوي، وفي نفس الوقت هتبين الحشوة، يعني حاجة كده شغل كده بسيط، يعني نديها شكل. مش عايزة تفتحيها او تخليها فيها فتحات، ممكن تقفليها كده على طول ومفيش مشكلة. الجزئية اللي فاضية دي طبعا حطيت فيها الحشو، معلقتين حلوين كده مليانين، وهتني بقى او هطبق الورق على بعضه. بصوا بالشكل ده بس، ولا هلزق اي حاجه ولا هعمل فيها اي حاجه. كل الطبقات اللي انا عاملاها قدامكم دي انا هعملها بنفس الشكل. هتقطعي كده بالراحه تمام لحد الاخر. يعني عايزه اقول لكم تحليه والله ما اخدتش معايا اكتر من 10 دقايق. 10 دقايق كنت طبعا عملت كميات حلوه، وفي نفس الوقت طعم جميل جدا، يعني تغيير. يعني دايما بحب لما بكون بعمل حاجة بوزع الحاجة كلها مع بعض، بحس ان بيبقى فيه انجاز، يعني بدل ما اعمل قطعة قطعة كده بفردها كلها على طول وبشتغل على طول على طول. هفتح بردك نفس الحكاية. كل الفطاير بتاعتي سهلة، ومفيش ابسط ولا اسهل من كده، وكمان غير مكلفة على فكرة، مفيش خالص. يعني انت ممكن تجيبي تفاحتين كبار كده هيعملوا لك لا، ممكن تجيبي 3 تفاحات عشان يعملوا نص كيلو من الجلاش. تمام. هقفل بقى كده، وهجيب الصينيه بتاعتي وهحطها كده على طول. طبعا ما عندكيش ورق زبده عادي جدا، ادهنيها اي ماده دهنيه وكمان هتشتغلي فيها. انا اول صينيه عملتها كده وحبيت اوريكي ان ممكن عادي تشتغلي من غير ورق الزبده، يعني مفيش اي مشكله، بس ادهنيها كده دهنه كويسه ورصي الفطاير بتاعتك زي ما انت عايزه. في الوقت ده انا كنت مسخنه الفرن علشان عايزه حراره عاليه يعني شويه، وسبته بقى في الفرن حوالي 10 دقايق، يعني في الرف في الوسط كده 10 دقايق، كان اخد وش من فوق ومن تحت، وكل السوا كانت مع بعض تمام. رصصت كل الكميه بتاعتي و بجهز بقى زي ما انتم شايفين. لو حاجه فتحت منك يعني بالراحه خالص تشيليها وتحطيها وتقفلي كويس تمام. هنا بقى مرحله انا ليه ما حطيتش من البدايه خالص الماده الدهنيه على كل طبقه، هي هتورق معاكي وهتبقى كل حاجه، بس انا في النهايه خالص هبدا بقى اديها كده مسحات من الزبده بتاعتي او السمنه، هتديها بقى اللون وطعم مفيش بعد كده. حلوه جدا ومفيش وقت عشان تكسلي، يعني هي هتاخد معاكي 10 دقايق لو انت عندك لفه جلاش. دوري في الفريزر هتلاقي عندك اكيد، يعني هي من رمضان تقريبا دي عندي، فانا حبيت اطلعها وقلت ايه كفايه كده. بس هو الفيديو متاخر شويه يعني، فالبديل طبعا التفاح المستورد، التفاح المصري تمام كده. بصوا حطيتها بقى في الفرن ما اخدتش 10 دقايق، هي بالكتير قوي عايزه اقول لكم 9 دقايق كمان كانت خلاص ما شاء الله. فجبت بقى العسل، عندك عسل نحل، عندك مثلا عسل اللي هو الشربات بتاع الكنافه التقيل، مسحه بس كده بسيطه جدا، يعني حاجه لا تذكر، مسحه بتديها لمعه وفي نفس الوقت بتبقى جميله جدا معاكي.